السلام عليكم، اهلا بكم في قناتي سويت وميت. النهارده هنعمل مع بعض كبده بالرده او مشهوره بكبده الشرقاوي بطريقه سهله وبسيطه وبنفس تيست المحلات بالظبط واحلى كمان. معانا اول حاجه هنا التتبيله بتاعه الكبده وهي اللي هتعمل لنا كل الطعم فيها. اول حاجه في تتبيله الكبده معايا معلقه صغيره من الثوم المفروم او 4 فصوص ثوم مفرومين، وطبعا هنحط الملح بمقدار كمية الكبدة اللي هنعملها. انا هنا هعمل ربع كيلو من الكبدة فحطيت المقدار اللي انتوا شايفينه ده. يبقى معلقة صغيرة توم مهروس او 4 فصوص توم سلام وشوية ملح، وهنا رشة من البابريكا او حوالي نص معلقة صغيرة من البابريكا ونص معلقة صغيرة من الكمون المطحون، وكمان حطيت يعني اقل من نص يعني ربع معلقة صغيرة من السبع بهارات، وممكن نحط شوية شطة حمرا كده ايه لو حابين. هنقلب بقى كل المقادير دي او كل التتبيلة دي كده مع بعض لغاية بقى ما تندمج. لو طبعا التوم صحيح هنضربهم في الهون او ندقهم في الهون يعني. هنا بقى الشكل اللي انتوا شايفينه ده توم متخزن فمفروم جاهز يعني. بعد كده اهم حاجة هنحط الخل. اهم حاجة في الكبدة المشوية او الكبدة بالردة شوية الخل دول. هتقولي لي استبدلها بليمون؟ لا، هو الخل. الليمون بيغير طعمها لكن الخل بيطريها كده، ويعني انا جربتها كتير من غير خل بصراحة ما كانتش احلى حاجة يعني، مش زي وهي بالخل. بعد كده معانا بقى ربع كيلو من الكبدة شرايح، دي كبدة مستوردة عادية، وطبعا افضل كبدة اللي هي الامريكي، في البرازيلي وفي الامريكي. الامريكي احلى حاجة. هي بقى متقطعة شرايح زي ما انتوا شايفين كده. بتقولي اللي انت بتشتري منه الكبدة عايزة كبدة شرايح، بيديهالك بقى بالشكل بقى ايا كان الشكل. اهم حاجة ما تكونش سميكة قوي، يعني لو سميكة قوي بلاش تعمليها مش هتبقى حلوة. بعد كده بقى حطينا التتبيلة وهنقلبها، يعني اقل حاجة كده هنسيبها ساعتين، يعني ما يفضلش ان هي اكتر من كده. الكبدة بالذات لما بتقعد في تتبيلة اكتر من كده هتنشف منك مش هتبقى حلوة. وعلى فكرة يعني انا كنت عاملاها ويعني تبلتها وما فيش 10 دقايق عملتها على طول، يعني انا على طول بعملها كده. بعد كده جبنا شوية من الردة اللي هي نخالة الدقيق وشوية من البقسماط هنقلبهم على بعض. لازم حبة البقسماط هو الأساسي ردة، بس أنا بحب أحط شوية من البقسماط كده بيديها قرمشة بسيطة وحلوة في نفس الوقت. هنبدرها كده بالبقسماط والردة، بس طبعا كمية الردة هتبقى أكتر من كمية البقسماط يعني. وهنبدرها بقى كويس جدا كده، نلفها كويس في الردة والبقسماط. تقولي ممكن اعملها بالدقيق؟ اقولك لا، مش هينفع، مش هتبقى حلوة خالص. الكبدة بالدقيق بصراحة من أسوأ الحاجات اللي كلتها في حياتي. كلتها مرة يعني عند حد بالدقيق كانتش حلوة خالص يعني. هي يا اما ردة يا اما في ناس برضو بتعملها ببقسماط بس يعني الاتنين زي ما قلتلك نسبة وتناسب. نسبة الردة تبقى اكتر من البقسماط. وبعد كده بقى هننزلها على زيت غزير شوية، يعني يبقى مغطيها كده زي ما انت شايفة. طبعا زيت سخن على درجة حرارة متوسطة، ما نوطيش ولا يعني تبقى عالية قوي لدرجة ان هي تنشف يعني. اهم حاجة تنزل على زيت سخن ويبقى درجة الحرارة متوسطة حلوة، يعني ما نوطيش عليها خالص. هي بتستوي اصلا في ثواني، مش بتاخد وقت. وما تسيبهاش بقى تنشف، لا يعني تقعدي كده وتقفي قدامها، هي مش هتاخد يعني. انا ربع كيلو كبده دول ما خدوش مني 5 دقايق قليه واقل كمان. هنقعد بقى نقلبها بالشكل اللي انتوا شايفينه كده، نقعد نلفها كده. هي الكبده اصلا مش بتاخد وقت في السوا ايا كان هنعملها ايه. عايزه اقول لكم من احلى انواع الاكلات الحلوه جدا، وبجد يعني تغيير قوي في انواع الاكل. زي ما انتوا شايفين بقى هنا خلاص كانت استوت. انا مش مسرعه الفيديو ولا اي حاجه، يعني ما قفلتش قصدي ورجعت صورت. انا مسرعه الفيديو شويه يعني ثانية ونص كده بس، يعني ما قفلتش يعني ما استنيتش لغايه ما تستوي، هي على طول بتستوي. حطيت بقى الطاسه التانية كده زي ما انتوا شايفين. عايزه اقول لكم بقى تاكلوها بعيش وسلطه وجرجير وسلطه الطحينه، ما تعمليش جنبها اي حاجه. انا بحب جنبها المكرونه الاسباجيتي جدا.
بس يعني ساعات اعملها كده وبناكلها بالعيش، بس عارفين زي سندوتشات كبدة الشرقاوي كده، كبدة ومخ الشرقاوي، هي نفسها بالظبط والله. يعني لو عملتيها بنفس الطريقة دي مش هتفرق كتير زي ما بتشتريها. الرغيف يعني عايزة اقولك بسعر اكتر من الكبدة، ربع الكيلو كبدة كله اللي انا عاملاه. يعني طبعا احنا عارفين ان هي غليت، اللي بيشتريها هيعرفوا ان السندوتش الواحد بمقام ربع الكبدة اللي احنا جبناه كله بعمايله كله. هنا بقى كنت عاملة صلصة مكرونة ومكرونة سباكيتي، حبيت بقى اوريكم كده يعني. جربوها هتعجبكم جدا جدا، مع طبق سلطة طحينة شوية جرجير، حلو جدا. اتمنى ان الوصفة تكون عجبتكم. هنا بقى بوريها لكم من جوه، شايفين من جوه طرية ازاي. واهم حاجة ما تنسوش اللايك والاشتراك، وسلام عليكم، باي باي.